احنا امام مسجد الرحمن التابع في حي فيصل، امام واقعة جديدة من وقائع جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السويس. عرفينا نفسك الاول. اسمي يمنى عاطف. لا، علي صوتك. انا اسمي يمنى عاطف، عندي 15 سنه، من السويس. يمنى، انت قولي لنا الواقعة اللي حصلت معاكي وعرفينا كده اكتر بتفاصيلها. حضرتك انا كنت رايحه اركب، كان عندي درس فكنت رايحه اركب، كان عندي درس فكنت رايحه اركب مواصله عادي، ففي اتوبيس معدي فانا وقفت لحد الاتوبيس ده يخلص، لقيت واحد جاي بيقول لي لعنك الله إيه اللي انت لابساه دوت. فبقول له انت مين عشان تكلمني كده؟ قال لي احنا جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت له اولا ربنا يمنى، انت كنت لابسه نفس اللبس بتاعك ده، كان صح؟ نفس اللبس بتاعي. يعني الواقعة حصلت معاكي دلوقتي وانت لابسه نفس اللبس بتاعك، يعني مفيش لبس مخل، يعني احنا نرجع كده يعني مفيش نفس اللبس. فراح قلت له اولا انت ربنا قال واطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم. انت رديتي عليك كده. قلت له انت مش ولي امر. فانا مشيت فقعد يتكلم كده، سمعت الكلام كان قاعد بيزعق. يمنى، انت قلت لنا ان هو تابع لجماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو اللي قال لك كده؟ هو اللي قال لي كده. بقول له لما قلت له انت مين، راح لقيته بيقول لي احنا جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونهاكي عن اللبس كده. طب انت وضحت لنا واصريتي ان انت تصوري قدام مسجد الرحمن، لان انت قلتي ان التجمع بتاعه بيخرجوا من قدام مسجد الرحمن في شكل جماعات بيشكلوا لجان. قولي لنا ده تفاصيله ايه؟ هم فعلا كل شويه بعد اي صلاه بيخرجوا من الجامع في جماعات، بيفرضوا رايهم على اي حد ماشي في الشارع، يقعدوا يتكلموا ما ينفعش تلبس كذا ولازم تبقى مع، يعني لازم بيوضحوا لهم رايهم، بس بيفرضوا عليهم الراي، يقولوا لهم لازم تعملوا كده. يمنى، اولا انا بحييكي على شجاعتك، لان في كتير من الحالات قابلناها ورفضوا ان هم يسجلوا. قولي لي هم بيرفضوا ليه البنات يسجلوا؟ ممكن يكونوا خايفين من حاجه، خايفين لحد مثلا يوقفهم تاني ويقعد يتكلم معاهم. ممكن حاجه زي كده. يمنى، اول مره تحصل معاكي الواقعه ديت؟ هي حصلت معايا قبل كده بس ما كانش كلام، كنت معديه من المكان دوت، فكان في عربيه نص نقل عادي قاعدين قدام 3 شيوخ. كنت لابسه لبس كان طويل، ما كانش مش هقول قصير، لا كان طويل كمان. فقعدوا يبصوا لي كده على لبسي، وقعد واحد يقول استغفر الله العظيم وراحوا ماشيين. وكان قبلها بكام يوم واحده صاحبتي برضو عند سوبر ماركت هنا جنبنا، وقفوها وقعدوا يتكلموا معايا بس هي ما سابتهم وراحت ماشيه. لكن المره دي هم استوقفوكي؟ استوقفوني. اوصفهم لنا كده يا يمنى. انت قلت لنا ان هم ملتحين، غير ان هم ملتحين لبسهم. هو كان جلابيه طويله، كان الجلابيه كانت طويله قوي وبيتكلموا ابيض، وكان في علامه صلاه هنا كبيره، علامه صلاه كبيره. وكان ده تقريبا اللي كانت لحد هنا. وده اللي انا فاكراه بصراحه. شكرا ليكي.